فيرجينيا. أنا اسمي عوض بدوي، شاعر غنائي. قول لي ايه رأيك في منتجعات فيرجينيا؟ والله من قلبي، والحقيقة انبهرت لأنها قرية جميلة وفيها خصوصية، وحس إنها يعني عائلة، يعني قرية عائلة عايشة مع بعض، مش أشخاص مختلفة. لا، القرية صغيرة وجميلة ولطيفة وقريبة، والمكان نفسه يعني وأنا داخل حاسس إن المكان بره هادي ولطيف، مش زحمة، يعني مش زي زحمة الساحل الشمالي يعني. ترشح منتجعات فيرجينيا لحد من صحابك؟ والله أرشحها بقوة لأولادي والأصدقاء، فلما أرجع القاهرة إن شاء الله لازم أبلغ أصدقائي بجمال القرية وحلاوتها، يعني أشجعهم إن هم ييجوا ياخدوا حاجة هنا إن شاء الله بإذن الله. وأنا أفكر والله، يعني ممكن لسه أنا بقول لباشمهندس أحمد صديقي إن أنا بفكر آخد حاجة هنا بإذن الله. ايه رأيك في مواصفات التشطيب في منتجعات فيرجينيا؟ أنا شفت تشطيب هنا بجد رائع جدا، ومستوى هايل ومستوى راقي ومستوى نظيف، يعني ما مخبيش عليك، بصيت على زراير الكهرباء كلها حاجة محترمة، وشايف زراير فينوس وزراير إيطالي، المعجون والنقاشة كويسة، وشايف السيراميك جميل، والحمامات نظيفة، والكرانيش اللي في السقف، يعني في تفاصيل كتير أنا شفتها، يعني حتى الألموتال، فبرضه لاحظت إن الألموتال قطاعات محترمة وكبيرة ونظيفة. لا الحقيقة التشطيب بجد كويس جدا. احكي لي عن تجربتك مع شركة سوليد للتطوير العمراني وفريق العمل. انا بتكلم اهو قلبي وبمنتهى الحياديه، انا بشكر الناس اللي عملوا القريه دول، لانهم ناس فعلا عندهم ضمير وعاملين حاجه كويسه جدا وترقى للمستويات الراقيه اللي هم ساكنين في القريه. منتجعات فيرجينيا الساحل الشمالي، إحدى مشروعات شركة سوليد للتطوير العمراني. سوليد للتطوير العمراني، نبني ما يستحق الفخر.